Success encompasses the entire journey, from the sweat and toil to the lessons learned, and the personal growth experienced, all underpinned by an unwavering commitment to continuous self-improvement. ازاي نعمل فيديو احترافي من غير مجهود زي الفيديو ده؟ معانا النهارده موقع بيوفر وقت ومجهود غير طبيعي، وبيعمل كل حاجه حرفيا، من كتابه سكريبت لموسيقى معاها حقوق نشر، لتعليق صوتي على الفيديوهات، للسبتايتلز الكلام اللي بيظهر في الصوره، لمكتبه صور وفيديوهات ممكن استعين بيها، لكل حاجه حرفيا من الالف للياء. الموقع ده هو موقع انفيديو. بس الفكره عشان نتكلم بصراحه ان الموقع ده مدفوع، بس خلينا لاخر الفيديو وهنتكلم على اقل فلوس ممكن ندفعها عشان نستخدم الموقع ده ومعاها الخصومات اللي ممكن نستخدمها. خليك معانا لاخر الفيديو عشان في ناس هتبقى محظوظه وهتاخد اشتراك مجاني لموقع انفيديو من غير ما تدفع ولا مليم. خليك معانا للاخر واستنى المفاجاه. محتوى الموتيفيشن او التحفيز من اكتر المحتويات اللي عليها اقبال والناس بتحبها، وخصوصا لو مع المحتوى ده صور لابطال واشخاص احنا بنحبها، ومش لازم ابطال حقيقيه، ممكن ابطال افلام او مسلسلات او ابطال حقيقيه او ابطال خارقين. وبعد كده بناخد الفيديوهات دي وننشرها على فيسبوك، تيك توك، انستجرام، يوتيوب، وبجد بتجيب ملايين المشاهدات. ولو جينا بصينا للحسابات اللي بتعمل المحتوى ده هنلاقي ان اكونت التيك توك ده بيقدم نفس المحتوى اللي بنتكلم عليه بالظبط، صور لمحاربين معاها جمل تحفيزيه بسيطه، وده اللي هنعمله في الفيديو النهارده، ومش هياخد مننا 5 دقائق بالظبط، وده محتوى بسيط ومفيش فيه اي صعوبه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. لو جينا بصينا على الارباح بتاعت اكونت تيك توك ده بيربح $410 بير فيديو، وده رقم كبير جدا. ولو جينا بصينا للشانل اليوتيوب دي وهي متخصصه في الشورتس، هي بتنزل برضو جمل تحفيزيه عن طريق المسلسلات والافلام زي فايكنجز، جيم اوف ثرونز، بيكي بلايندرز، كل الكلام ده هتعلمه الفيديو النهارده. فدي كانت بتعمل $77 ودلوقتي بتعمل $1200 في الشهر. القناه دي لسه بادئه جديده، لو بصيت فوق على اليمين هتلاقيها شهر مايو 2022، فلسه قناه جديده، فبجد المحتوى ده بيقدم ارباح كبيره جدا. اول خطوه هنعملها هنعمل مكتبه كبيره جدا من الصور تكفينا الفيديوهات كتير. ده طبعا غير الصور اللي موجوده في المكتبه بتاعه موقع انفيديو، بس احنا هنعمل كمان مكتبه لينا بره عشان يبقى معانا داتا كتير تكفينا الفيديوهات كتيره جدا. وهنعمل مكتبه من الصور عن الواريورز المحاربين، هنعمل فيديوهات عن التحفيز معاها صور لمحاربين احنا بنحبهم، او صور لمحاربين شكلها حلو حتى لو مش حقيقيه، بس صور لمحاربين مثلا زي اللي في الافلام زي اللي في المسلسلات. وده نوع الصور دي بيبقى لايق عليها جدا العبارات التحفيزيه. هنروح نعمل المكتبه بتاعتنا ونجيب صور زي الفيديو اللي شفناه في الاول، واول حاجه هنستخدمها موقع leonardo.ai والتسجيل عليه مجاني 100%. هنختار AI Image Generation. بعد كده هنكتب في الوصف بتاعنا ان احنا عايزين محاربين من مثلا جيم اوف ثرونز، وهنكتب مثلا انت هتلاقي حاجه في الجنب اسمها اد نيجاتيف برومت، احنا عايزين نستبعد شويه صفات زي ان الوش يكون فيه حبوب، زي ان الصوره تكون ابيض واسود، زي ان تكون الصوره مبكسله، زي البشره تكون ناعمه زياده، زي يكون الشخص خارج التركيز، ان الخلفيه تكون ملونه الوان كتير، عرض جانبي للصوره. عايزين نستبعد كل الكلام ده، وهنسيب الوصف ده برده في الديسكربشن. بعد كده هنيجي نكتب مثلا هنا مثلا واريورز بس، محاربين بس، وهنكتب برضو نفس الاستبعادات اللي احنا عملناها. وهنا مثلا هنيجي نقول اسلاميك واريورز مثلا، محاربين في التاريخ الاسلامي، دي تعمل عنها فيديو برضو. ومثلا ممكن نختار حاجه تانية مثلا تشدنا، حاجه زي فايكنج مثلا، هنا اخترنا فايكنج. بعد كده هنروح نعمل الكلام وده كله جنريت ونشوف حصلت الكلام ده ايه. ظهر لنا صور كتيره جدا، والصور طالعه بكواليتي حلوه جدا، ان الصور دي ممكن نستخدمها في فيديوهات كتير، وهنشوف كل يعني مثلا ايه بتوع فايكنج نعمل عنهم فيديو، بتوع جيم اوف ثرونز نعمل عنهم فيديو. ومعانا صور كتير جدا كلها بطريقه مجاني 100%، وممكن نستخدمها زي ما احنا عايزين تكفينا ل 30 40 فيديو، ودي هنستعين بيها مع موقع انفيديو. موقع انفيديو فيه مكتبه برضو، بس يعني ودي برضو نستعين بيها كمان، يبقى عندنا داتا كتير، ودي بتاعت مثلا التاريخ الاسلامي، فمعانا صور كتير جدا نستخدمها زي ما احنا عايزين. هنروح برضو على موقع بيكسلز ونكتب في السيرش واريورز، وهيظهر لنا صور كتير جدا ممكن نستخدمها. ففي صور هنلاقيها مناسبه وفي صور هنلاقيها مش مناسبه، فاحنا هنستخدم الصور المناسبه لينا. فاحنا مثلا لو جينا بصينا هنا هنلاقي مثلا صوره زي الصوره دي مثلا ممكن نستخدمها. لو جينا دورنا برضو هنلاقي في صور تانية كتير ممكن نستخدمها. فدي طبعا ايه، انت هتختار صور قريبه من النيتش بتاعك، صوره زي دي مثلا او صوره زي الحرب دي. فدي برضو ايه، دي انت تختارها، هتلاقي صور برضو هتساعدك في تكوين المكتبه بتاعتنا. هنروح على شات جي بي تي ونقول له ان احنا عايزين 10 جمل عن التحفيز بس يكونوا طوال شويه وسهلين في اللغه ونحطهم في جدول. بعد كده هندوس على جنريت. بعد كده هنيجي نبص على الجدول بعد ما خلص، هنلاقي مثلا ايه حطهم في جدول وكل حاجه مظبوطه. هناخد كل الكلام ده كوبي، بعد كده هنروح في الشيت بتاعنا بعدين نعمل لهم بيست، وكده احنا خلصنا خطوه الجمل التحفيز بتاعه شات جي بي تي.
بعد كده هنروح للبطل معانا النهارده هو موقع انفيديو، وهنقول اخر الفيديو ايه اسعار الباقات والخصومات اللي ممكن نستخدمها. التسجيل عليه مجاني 100%. هنعمل ساين اب، بعد كده هنعمل ساين اب وذ جوجل، والتسجيل ده خطوه بسيطه جدا احنا عملناها بسرعه عشان مفيش فيها اي حاجه اصلا، هو تسجيل مجاني. هندخل بعد ما تخش خلاص وخلصت كل حاجه، هيجي هنا يسالك شويه اسئله، فانت هتجاوب مثلا اي اجابه يعني. فانت مثلا دي مثلا ممكن تعمل لها سكيب. هيسالك تاني انت سمعت عننا فين، هيسالك تاني انت ايه هدفك من البرنامج، فانت مثلا قلنا احنا نميك ماني اكيد يعني ده هدفنا كلنا. وهيسالك برضو سؤال تاني انت هتعمل كريت فيديو فيه، هنقول مثلا يوتيوب او انستجرام او اي حاجه مش فارقه يعني. بس هيظهر لنا الواجهه دي، فاحنا دي كده خلاص احنا دخلنا البرنامج وسجلنا عليه. هندوس من الجنب على كرييت نيو، بعدين نقول اي اي تكست تو فيديو، بعد كده نختار من على الشمال تحت هنقول بورتري، بعد كده هنقول يوز تمبل. هيقول لك هنا انت عايز تكتب ايه، فاحنا هنجيب المقوله اللي احنا خدناها من على تشات جي بي تي، بس هنقسمها لاربع او خمس مقاطع، ان هو يعني كل مقطع فيهم هيظهر بصوره. فزي ما احنا شفنا كده هنحاول نرتبهم بشكل حلو، انه يكونش برضو مقطع طويل قوي ومقطع قصير قوي، فاحنا عايزينهم مثلا ايه يبقوا بالترتيب كده، ويكون الكلام فيهم منمق ويكون مظبوط. بس دي طبعا احنا يعني مش عاملينها، احنا واخدينها من تشات جي بي تي من الخطوه اللي فاتت. بعد كده هنعمل كرييت، بعد كده هيجي هنا انت كده خلاص هنروح المكتبه بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها، فيها هنختار مثلا اي 5 صور احنا حابينهم عن الموتيفيشن عموما، عن الحروب. فانا مثلا اختار اكتر 5 صور مثلا انا شايفهم مناسبين مثلا ممكن للصوره دي طبعا تختلف من واحد للتاني، كل واحد بيختار الصوره اللي هو عايزها. فاحنا مثلا نختار ال5 صور دول. بعد ال5 صور دول ما هينزلوا، احنا هناخد كل صوره وهنعمل لها دراج نوديها ناحيه تحت كلمه ميديا لاير 1 دي. بعد كده هنختار، بعد ما نحط الصوره هنلاقي الصوره المقاس بتاعها مش مظبوط، هنلاقي فوق على الشمال كلمه كروب، فاحنا هنعمل لها كروب على البوزيشن اللي احنا عايزينه للصوره. بعد كده هنلاقي مثلا الفونت ده عالي قوي، فاحنا هنقلل السايز بتاعه، فاحنا مثلا هنخليها مثلا 80 مثلا او كده، وبس هي كده بقت مظبوط. وهنعمل نفس الخطوات دي في كل الصور، يعني احنا عملنا دلوقتي 5 صور، هنعمل نفس الخطوات. هنيجي هنا برضو هنحط الصوره الثانيه بنفس الشكل بنفس الطريقه، هنحطها برضو نفس الكلام بالظبط نفس كل حاجه، وهنعمل كروب برضو نختار بوزيشن كام 9:16. فدي خطوه تكراريه في كل الصور اللي هي معانا النهارده. وهنطلع طبعا الكلام، نحاول على قد ما نقدر ان الكلام يبقى ظاهر في النص، يعني ان الكلام عشان في اخر الفيديو في الريل او في الستوري او ايا كان تحت دي ما بتبانش، فاحنا نحاول نخليه في النص. فبرضو هنعمل هنا برضو نفس الخطوه، طبعا احنا بنشرح بالبطيء عشان بس ما فيش حد يبقى فايته معلومه، يبقى كل حاجه كل واحد عنده المعلومه بتاعته. بعد ما خلصنا الصور هنروح ندوس على التكست ونختار الكلام اللي احنا جبناه، فهندوس على الكلام بعدين هنعمل عليه مارك كده من الجنب، وهنلاقي فوق كلمه هايلايت. هايلايت دي يعني هيلون الكلام بلون مختلف، فاحنا ممكن نختار اللون اللي احنا عايزينه، فانا شايف ان اللون الازرق ده لون كويس جدا. فدي برضو هنعملها في كل المقاطع اللي معانا، ان احنا هنروح عند كل واحده فيهم ونعمل مارك كده هايلايت، بعدين نلونها باللون اللي احنا عايزينه. فاحنا هنحاول مثلا دي بتشد الانتباه برضو، وان الفونت بتاع الكلام ما يكونش كبير، يكون في حدود مثلا من 50 ل 70 80 اقصى حاجه كده، عشان الكلام يبقى باين بس في الصوره، واهم حاجه انها تبقى في نص الصوره، دي رقم 1. بعد كده هنختار الانيميشن، بعد كده مثلا هنختار مثلا انيميشن بدل فيد داون، وهو الكلام وهو طالع بيخرج يطلع لفوق، يعني يجي من تحت ويطلع لفوق، دي برضو تختارها براحتك. فاحنا هنا برضو كده خلاص احنا بنخلص تظبيط كامل في الصور كده، خلاص كل حاجه بقت جاهزه. بعد كده هنيجي هنبص هنلاقي في عندنا مكتبه فيديوز وصور ممكن نستخدمها، فاحنا برضو كتبنا في السيرش عن المحاربين هنلاقي عندنا مكتبه كبيره جدا من الصور والفيديوهات، مع المكتبه اللي احنا جبناها اصلا من بيكسل وليوناردو. ممكن اي صوره احنا شايفينها هنا مناسبه ممكن نستخدمها ونحطها. في برضو فيديوهات لو المقطع اللي احنا هنعمله ده مدته 5 ثواني، هننزل تحت الميوزك، هو هيختار اغنيه من عنده، فطبعا بتبقى اغنيه دايما مش لايقه على الكلام يعني، فاحنا هنشيلها وهنختار اغنيه تانية. هنيجي على الشمال هنا هنختار ميوزك، بعدين نكتب موتيفيشن، وهندور على اي اغنيه شايفينها مناسبه، وكل الاغاني دي معاها حقوق نشر طبعا، فهنستخدم مثلا الاغنيه دي. فكده خلاص خلصنا مشكله الاغنيه. بعد كده هنروح على فويس اوفر، بعد كده هنختار الصوت اللي احنا عايزينه، فاحنا مثلا شايفين صوت ماكسويل ده صوته حلو، فهنعمل جنريت. بعد كده احنا كده خلاص دي الخطوه بتاعه تسجيل الصوت، بتاخد وقت شويه. بعد كده خلاص هنيجي مثلا هنختار هنا، هنخلي كل مقطع هنلاقي بين المقطعين كده في حاجه سهم في النص كده، هنشده لحد ما يبقى كل مقطع من 4 ثواني ل5 ثواني، وده افضل وقت، يعني كل مقطع يبقى في حدود من 4 ثواني ل5 ثواني، ونحط الفويس اوفر بتاعه في اوله، كل مقطع نحط الفويس اوفر بتاعه في اوله بالشكل ده عشان يبقى الكلام جاي مترتب. بعد كده خلاص كده احنا خلصنا كل حاجه، هنيجي نشغل الفيديو، هنلاقي مثلا الفيديو جاي بشكل حلو، الكلام ما بياخدش وقت كتير في الفيديو،
5 ثواني كافي، لو اكتر من كده هيبقى ممل، اقل من كده الناس مش هتلحق تقراه. ممكن اخر مقطع اصلا محتاج يزيد شويه عشان هو اقل من 5 ثواني، يعني هو هنا حوالي 3 ثواني. فهنيجي نعيد الفيديو تاني، هنيجي برضو هنلاقيه بالشكل المناسب اللي احنا عايزينه. لو لقيت صوت الميوزك عالي هتعمل ايه؟ هتدوس عليها، بعدين هتلاقي فوليوم اند فيد، وهنختارها هنخليها من 25 ل 15 مثلا في الرينج ده. فاحنا عملنا 19، فده احسن حاجه لو صوت المزيكا عالي عن صوت الفويس اوفر. كده خلاص احنا خلصنا كل حاجه في الفيديو. هنيجي ندوس فوق على اكسبورت، بعد كده نختار كواليتي 1080، بعد كده ننزل لحد ما يخلص ريندرنج. Success encompasses the entire journey, from the sweat and toil to the lessons learned, and the personal growth experienced, all underpinned by an unwavering commitment to continuous self-improvement. كده الفيديو هيطلع بالشكل اللي شفتوه ده، وزي ما شفنا الموقع ده بيوفر لنا كل حاجه حرفيا، من فويس اوفر لسكريبت لموسيقى مع حقوق نشر لسبتايتلز الكلام اللي بيظهر على الصوره لمكتبه صور وفيديوهات نستخدمها زي ما احنا عايزين. فموقع فعلا بيوفر كل حاجه، وممكن نعمل عليه فيديوهات كتيره جدا باشكال مختلفه جدا غير اللي عملناه. وهنبقى نتكلم بعد كده في سلسله فيديوهات تانية ان احنا ازاي نستخدم الموقع ده في الافيليت ماركتنج والتسويق للمنتجات امازون وكليك بانك والحاجات دي. دلوقتي هنتكلم على نقطه مهمه جدا. انا الفيديو نزل معايا عشان انا مشترك في انفيديو، لكن انت لو جيت تنزله او يعني ده مثلا اكونت جديد اهو، هيجي هيعمل لك ايه؟ هيقول لك هنا ابجريد تو اكسبورت. هتدوس على ابجريد تو اكسبورت، بعد كده هيظهر لك الباقات في المانثلي وفي اليرلي. فاحنا مثلا تعالى نشوف الاول الباقه السنويه عليها خصم 50%. لو جينا بصينا عليها هنلاقي انها ب 180 دولار. هنكتب في البرومو كود هنا سيف 40، ده بيديك خصم، فهتوصل ل 108 دولار. ف 108 دولار دول هنحسبهم حوالي 3240 جنيه. لو قسمناهم على 12 شهر هيبقى الشهر بحوالي 270 جنيه. فطبعا ده سعر حلو جدا، ادفع 270 جنيه في الشهر قدام كل الخدمات اللي بيقدمها لك الموقع ده. ده بالنسبه للباقه السنويه. طب لو الباقه السنويه دي غاليه واحنا مش عايزين نستخدمها وهنعمل ايه؟ رقم كتير 3240. هنا هنرجع للباقه الشهريه. الباقه الشهريه هنا هي ب 30 دولار، ولو كتبنا برده البرومو كود ده سيف 40 وهنسيبه تحت في الديسكربشن هتبدل 30 دولار هتبقى ب 18 دولار. فاحنا لو حسبنا 18 دولار هي بتديك 60 فيديو في الشهر. فاحنا 60 فيديو في الشهر ده ممكن يكفونا لمده شهرين، اللي هو كل يوم بننزل فيديو في 60 يوم. فاحنا لو حسبناهم هيطلعوا حوالي 540 جنيه. فلو قسمنا ال 540 جنيه دول على 60 يوم اللي هم كل يوم فيديو، وده ريت كويس جدا في النزول، هيبقى اليوم هيقف بحوالي 9 جنيه. فطبعا 9 جنيه ده رقم قليل جدا. طبعا الاسعار دي كلها بنقولها بسعر البنك بتاع النهارده اللي هو 2/12. الله اعلم بعد كده بقى ايه اللي هيحصل. فانا شايف طبعا ان الباقه دي هي افضل باقه. الخدمات اللي بتديها وانها بتطلع كواليتي 1080 وفي صور من اي ستوك ومعاك مكتبه وكل حاجه. فده كل اللي ممكن نستخدمه، ودي كل البيانات اللي انت ممكن تحتاجها. هنسيب اللينك تحت اللي حابب يشترك او عجبه الفيديو. وزي ما اتفقنا معاكم من اول يوم، كل حاجه بفلوس هنقول انها بفلوس كذا ونحاول نوفر فيها على قد ما نقدر، واللي ببلاش هنقول انها ببلاش. انما مش هنستخدم موقع بفلوس ونعمل الخطوات عادي جدا وبعدين لما تيجي تعمل اكسبورت تتصدم ان انت المفروض تدفع فلوس. فدي امانه احنا اتفقنا عليها من الاول، فاحنا حبينا نوضح ليكم كل ما يخص انفيديو من الاول للاخر. ايه بقى بخصوص المفاجاه اللي قلتها لنا في اول الفيديو وخلعت دي؟ المفاجاه ان احنا هنعمل جيف اواي على اكونتين انفيديو لشخصين من مشتركينا مجاني 100%. طب ايه شروط الجيف اواي ده؟ انك تعمل لايك للفيديو وتسيب لنا كومنت تحت تقول لنا رايك بصراحه في المحتوى اللي بنقدمه وطريقه عرضنا، سواء كان رايك ده بالسلب او بالايجاب. واللي هيفوز ملهاش علاقه خالص بالكلام اللي هيكتبه، ده لينا احنا عشان نحسن من نفسنا. لكن كده كده الاثنين اللي هيفوزوا هناخد عينه عشوائيه من كل الكومنتات. سيب لنا كومنت تحت ويا رب تطلع كلكم فايزين يا رب. بس كده كده 2 بس هم اللي هيفوزوا. واهم حاجه هي الاستمراريه في نزول الفيديوهات عشان يشد الناس وتكون الافكار دايما كرييتيف مش تقليديه. يا ريت نكون قدمنا لكم كل حاجه في الفيديو، وكان نفسنا نتعمق اكتر في خصائص انفيديو، بس عشان الفيديو وقته ما يطولش زياده عن اللزوم، وان شاء الله هنكمل بافكار مختلفه في الفيديوهات الجايه. لو في اي حاجه مش واضحه يا ريت تكتبوا تحت في الكومنت او في جروب الفيسبوك بتاعنا وتشاركونا شغلكم. اكتبوا لنا تحت في الكومنت عايزين الفيديو الجاي يبقى عن ايه، وعندنا افكار كتير جدا عايزين نعملها، سواء بصناعه المحتوى بدون ظهور او بخصوص التسويق بالعموله او بخصوص تصميم المواقع عن طريق الاي اي. فيا ريت تكتبوا لنا عايزين الفيديو الجاي يبقى عن ايه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله نشوفكم على خير. سلام عليكم.